هادشي اللي درتي كيديروه بزاف الذكوره، بزاف كيديروه النساء كيعانيو منه. وثق بيا كل ما درتيش في قاع داري وما عطيتيش حوايجي وما شفتش دوك المناظر ما غنمشيش للقضاء. الله يمد يدك. مع الاسف كان داري، مع الاسف شفت منظر ما نقدرش نهضر عليه. هو اللي ضرني اكثر من هذاك الفيديو اللي نتوما باركين. نقدرش نهضر في التفاصيل. عارفين اقسم بالله العظيم انه وحشتني والله. خلينا نكمل. اسمع. شكرا لك بزاف. وانا شكرا لك تانا، لكن شكرك بزاف. بعد هذا الشيء اللي درتوا لي هنيئا لكم، هنيئا لكم. صحيح. تهم اللي هي تحريض على الدعارة والسرقة. كب هنيئا لنا. وبركة من الكذوب على الرأي العام. يا فنان. كنوجه لك الكلام انت. وانا كنسمعك وانا خارج معاكم لايف وخليها تكمل. ام البنات. وي. هضر معاك انت. الكبير في العمر. اش غتقول لبناتك ملي غيكبروا؟ اش غتقول لهم؟ يس. فكرتيش والله. كنتي بالك تتغني تركب في الخلخال في عشاء العمل. فكرتيش في الناس ما جاوش بين عينيك. على فكرة أنا عمرني قلت لي ما تمشيش تشوف وليدك في كورونا. باه مرة دوزت نقول ليه سير شوف باباك. أنا إلا ما نقدرش نسافر أنت تقدر تسافر. سير جيب لي معاك أغراض أنا محتاجهم أنت. مات العام ديالو. سير أردن قريبة. البحرين ماشي الاردن. تخرج سير. غتبغي تقول لي انه انا خايف عليك؟ قلت لك السي انا راه داكشي في النقد وعاسير ما غيوقع ليا والو. هل كانت الغايه انه كتسنى انه النقد يخرج باش تهز البنات وتمشي بحالك؟ لا والله الغايه كانت انه لانه نبقى معاك لاخر دقيقه. فاش دخلتي مرافقه لدارك ولا كاين بزاف الشكوك وعلامات استفهام. بعد حباتي انا خليها تكمل. ها هو العطر اللي كانت كتهدر عليه اللي قيمته 13,000 درهم. اوكي. والخلخال ها هو الخلخال باش كلكم انتم تشوفوا موجود. هذا الخلخال كنت جايبوا ليها هدية صلح، مع الأسف هم بجوج موجودين. ما عرفت انا شنو هما الحوايج اللي كتهدر عليهم. انا اسمحوا لي لان الدار عندي شويه اب اند داون. سمعنا كلياتنا اليوم ام البنات، سمعتها وانا فرحان. سمعتها لانه انا من الناس اللي بالصح كنت نتمنى انه تجي تهدر معي نيشان وتقول لي هذا الكلام. اوكي. ولكن انا بعد ما سمعت اليوم اللايف ديالها تاكدت انه هي قسما بالله العظيم انه مسكينه. اقسم بعزه جلال الله انه مسكينه، وانك انتيا بالصح بقيتي فيا. واتمنى انه شي واحد دابا من اللي جالس معاك يقول لك انه الترك خارج لايف وكيهدر معاك. اوكي. وشي واحد من اللي جالس معاك دنيا خليه يوريهم الفيديو ان انا خارج كنهدر معاك. لانه احنا مع الاسف ما قدرنا عمرنا بحياتنا نهدروا مع بعض فاس تو فاس ونواجه مشاكلنا مع بعض فاس تو فاس. اوكي. دنيا عرفوا ها هي بدأت كتعرف انه انا موجود لايف. اورايت. قصتها جميلة. قصتها كأي امرأة مغربية معاها الحق مليار في المية انه معاها الحق انه تطيق كل اللي ورد في هذا السيناريو من قصص. احنا هدرنا هذاك اليوم وانا وعدتكم انه ما نخرجش لايف، ولكن انا من اللي كنشوف ام بناتي خارجه بحرقه قلب وكتبكي، لا
خاصنا نخرج، خاصنا نتكلم، خاصنا نفهمها امور يمكن هي ما فهمهاش. فيديو سمحوا لي غادي نكمل. اوكي عشاء عمل حبايب قلبي، هاي هي الدار. ها هي الدار اللي كنا جالسين فيها وموجودين فيها لحظة عشاء العمل. كل اللي قلتيه صح، كل اللي ذكرتيه كالسيناريو صحيح 100%. اوكي قولي شكرا. شكرا لكم انتم اللي كتشاهدوني، شكرا لكاع الصفحات اللي كتبغيني، شكرا لكاع الصفحات اللي ما كديرش الفتنه، الصفحات اللي كتنزل اخبار. قسما بالله والله ما نعرف من فين نبدا ليكم، لانه والله موضوع عيب انه الواحد يتكلم فيه، اقسم بالله والله العظيم عيب، عيب بزاف 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 بزاف، ولكن قسما بالله العظيم انه بقيت فيها. لانه انا اليوم والله اكتشفت، اقسم بالله ترى كنقول لكم هذه الهضره ماشي علاقة بشي حاجه، والله ما كاينه شي حاجه، ولكن اكتشفت ان الزوجه ديالي ام البنات عقلها صغير وكتحل ودنيها وكتيق. يا عباد الله، انا قلت السيناريو، انا بغيت نفهم هذا الانسان اللي عيط لك من الدار اللي كتقول انت ما كتعرفيهوش، هو اصلا من الفانز ديالك يعني، ورقم بدك يعاود يعيط لك 10 15 مره وتقولي له مستحيل زوجي ابو بناتي يكون موجود في الدار مع وحده. برافو، وهذا الشيء اللي انا بغيت، هي الدنيا اللي انا كنعرفها، لان عمرها تطيق هذا الكلام، عمرها تصدق انه راجلها موجود مع شي وحده في دارها، صح؟ ولكن اللي خصك تفهمي واللي خصك تعرفي انه مثل ما تضحك عليك انت يا دابا وخلاك تجي من الفنادق لهنايا وتجيبي اهلك في نص الليالي وازعاج سلطات في نص الليالي وتتكلمي وتقولي، بغيت نفهم هذا الانسان من اللي عيط لك. لا احنا انا انغشيت فيه، انا كشخص عيشت عندي في الدار هنا 15 يوم في داري، ياكل يشرب معايا في الدار هنايا، كياكل وكيشرب معايا في هذه الدار، هذه الدار منعسو في بيت الانعاس ديال البنات. انه انا خلال 15 يوم هذه ما شكيتش فيه، والله ما شكيت فيه، لانه كان كيبين لي ظريف ولد ناس نرجع للسيناريو باختصار مفيد، لان الموضوع بزاف خد عن حده، وانا الزوجة ام بناتي
العاقله مفروض اللي انا اليوم فرحت بزاف ترى، راه ما تزعلش من اللايف ديالها، عرفت انها محروقه لانه بالصح كتبغي وكتعرف انه راجلها ما كيديرش هذا الشيء. ومن اللي راجلك خرج رافع راسه فوق خاصك تفرحي ما تزعليش، لانه ما ثبتتش على الخيانه الزوجيه. ولكن المتابعه ويي كاينه، وقلتها انا. شنو هي المتابعه ديالي؟ التحريض على الدعاره، بند من البنود انك انت دخلت شي حد عندك الدار ما كتعرفوش، حق. وهذا موجود عندكم في القانون وفي الدستور ديالكم، وهذا الشيء كنحترمه. قلت لكم انا كنحترم الدستور المغربي لانه هذا خطا انا نعاقب عليه، انا كشخص كنعاقب عليه. ولكن لو انت كنت في بلاصتي دنيا قاعد تقولي نفس الكلام. اذا واحد قال لك غير نجيب صديق او صديقه او وات ايفر عنا يتعشوا، ما عمرنا احنا قلنا لا لشي حد، واتحداك تنكري. خطأي يس صح، عندي خطأ واحد اللي هو انا عندي مشاكل في وقت حالي ما كانش خاصني ندير هذه. ولكن مثل ما انت تحت الفخر انا بحالك تحت الفخ، مثل ما انت دايره راسك انك انت ذكيه وياس وحصلت على رجلي، بنفس الوقت خاصك تعرفي انت واهلك كاملين ضحك عليهم. اجي نخدم عقلنا غير انتفه صغيره، علاش نمشي بعيد؟ كاينين العساسه والكونسرجات اللي لتحت، وكاينين الناس بزاف اللي لتحت موجودين كلهم شهدوا انه كلكم كنتوا كتنتظروا تحت شي لقطه من الساعه 2:30 تقريبا الفجر.